السلام عليكم يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، اخبارك إيه يا باشا؟ بص يا باشمهندس، في سؤال جالنا بيقول: انا دلوقتي الكليه عندي فيها تخصصات، ازاي اختار التخصص بتاعي؟ فنتمنى ان حضرتك تحل لنا المشكله دي. قصدك التخصص في الجامعة صح؟ طيب اسمح لي بس ابدأ قبل ما اتكلم عن التخصص اتكلم عن ازاي اختار الكلية اصلا. في ناس كتيرة فاهمة اختيار الكلية غلط. خلينا بس نكون صراحة، انا مش جاي اقول لك خليك عكس اهلك او عكس اللي طالبينه اهلك، بالعكس. اهلك فعلا بيبقوا عايزين مصلحتك وبيفكروا معاك بصوت عالي باللي هم شافوه في حياتهم. ودايما بقول نصيحة للشباب: والدك ووالدتك دول ناس حتى لو ما عندهمش العلم بتاعك. انت دلوقتي في عصر التكنولوجيا وعصر الاي اي وعصر السوشيال ميديا، وهم يمكن ما عصروش الكلام ده في سنهم، لكن عندهم خبرة مش عندك. شافوا في الدنيا اللي انت ما شفتوش، طبقوا بايديهم اللي انت لسه ما شفتوش، مجرد قريت عنه او سمعت عنه في فيديو او في السوشيال ميديا. فإياك تقلل من نصيحتهم ليك، لانهم بيكلموك على الحياة، الامر الواقعي، مش على الجزء الخيالي اللي احنا عايشين فيه في السوشيال ميديا، اللي هو برضو مطبق وحقيقي، لكن انت ما لمستوش بايدك. فالخبرة اللي والدك ووالدتك شايفينها بعينيهم، واخواتك الكبار واصحابك الاكبر او جيرانك او كل دول بينصحوك عن خبرة، عن حاجة عملية. فاختيار الكلية المفروض يكون عن طريق الشغف وعن طريق الاهتمام وعن طريق في شوية كلام كبير كده حلو قوي، بس انت تعرفه ازاي؟ يعني انت شايف نفسك ان انت بتحب الماث مثلا، بتحب الرياضة، فوانت بتحب الرياضة قررت انك تدخل هندسة. طب مين اللي قالك ان الرياضيات اللي انت بتاخدها في ابتدائي واعدادي وثانوي هي دي اللي هتبقى اصلا في هندسه وبس؟ مين اللي قالك انك هتاخد رياضه بس؟ الناس اللي بتحب الكيمياء، الناس اللي بتحب الفيزياء، الناس اللي بتحب الاحياء يقول لك انا هدخل طب، انا هدخل. انت زي ما احنا اتفقنا، انا بحب والله، انا شاطر في الماده دي ومش عارف ايه. مين اللي قالك انك مش هتبقى شاطر في غيرها؟ يعني مين اللي قال ان هو شاطر في الكيمياء فمش هيبقى شاطر في الفيزياء، او مش هيبقى شاطر في الاحياء، او مش هيبقى شاطر في الماث، او مش هيبقى شاطر في الادب، او مش هيبقى شاطر في الفلسفه، او مش هيبقى شاطر مين اللي قال؟ فيعني دي حته انتوا في المرحله بتاعت ثانوي محتاجين خبره اكتر منها شغف. الشغف مطلوب والاهتمامات مطلوبه والمواهب مطلوبه، لكن تحط جنبها عامل الخبرة، لأنه بيبقوا الناس الأكبر منك شايفينك وشايفين قدراتك، وانت ممكن ما تكونش شايفها. ممكن يكونوا شايفين الواقع وشايفين المطلوب وشايفين الخبرة، وانت مش ممكن تكون مش مطلوب. وحتة اللي انا عايش في جلباب ابي من فضلكم مش صح. والله اكبر فرصة هي في ايدك انت، انك تشتغل في نفس مجال والدك، لانه هيسهل لك طرق كتيرة جدا. هيسهل لك مثلا 20 سنة او 30 سنة خبرة في حياته هيدلك عليها ببلاش. وطبعا هو الوحيد اللي في الدنيا اللي هيبقى عاوزك تبقى احسن منه. فحته ان والدي دكتور انا مش عايز اطلع دكتور، انت غلطان. انا ما بقولكش لازم، انا ما بجبركش تطلع دكتور، ما بجبركش لو والدك مهندس تطلع مهندس، ما بجبركش لو والدك في مجال معين تطلع نفس مجال، انا مش بجبرك. لكن بقول لك دي اكبر فرصه في حياتك انك تطلع نفس مجال والدك، لانه هيوفر لك حاجات كتيره جدا جدا جدا. انت هتضطر انك تمشي وتقع وتقول يا ريتني في الاخر. ده اختيار الكليه. نيجي بقى في اختيار التخصص. خلاص ربنا كرمك، دخلت طب، دخلت هندسه، دخلت صيدله، دخلت علوم، دخلت ايا كان الجامعه اللي انت هتدخل فيها، او ايا كان الكليه اللي دخلت فيها. التخصص بقى يا شباب، انت هيبقى عندك فرصه كبيره جدا لو التخصص ده مش في اول سنه في الجامعه. دي فرصه رائعه. زي مثلا هندسه بتدخل اعدادي هندسه، غالبا بتبقى هندسه عامه، وبعد كده بتتخصص. الا يمكن هندسه بترول بس هي اللي بتبقى ايه، تخصص مباشر من الاول. لكن لو دخلت سنه اولى ولسه ما تخصصتش، دي فرصه رائعه. اجري جري بقى. عندك 3 أبواب مهمين جدا. الباب الأول باب الدكاترة، ما تسيبهمش. الدكاترة يا إخوانا أكتر ناس خبرة في الجامعة، أكتر ناس خبرة في الحياة العملية اللي ليها علاقة بالجامعة وليها علاقة بالتخصص. حاول تصاحبهم، حاول تحترمهم، حاول تقدرهم، حاول تقرب منهم وتعرف الخبرة. تاني باب المعيدين. والمعيدين دايما بيبقوا أقرب للطلبة، فشوف المعيد واعمل وسوي واعرف كل الكارير اللي موجود في الشغل. تالت باب بقى الناس اللي اكبر منك سنا، في الدفعات اللي اكبر منك. الدفعات يا اما انت مثلا في سنه اولى، فاللي في ثانيه وثالثه ورابعه تبدا تتعرف عليهم، تبدا تروح تحضر معاهم محاضرة، تروح تحضر معاهم تخصص، مش هيحصل حاجة. أو الناس اللي اتخرجوا واشتغلوا في الكارير، هتلاقي عندهم خبرة كويسة جدا في إنك يقولوا لك خلي بالك أعلى قسم مثلا عندنا في بترول، أو أعلى قسم عندنا في كهرباء، أو أعلى قسم عندنا في ميكانيكا، لكن الكمبيوتر ساينس أفضل، لكن الميكانيكا باور أفضل، لكن ميكانيكا إنتاج أفضل، لكن مش عارف يا الكهرباء أيا كان التخصص فيها أكبر أحسن. فهم هيدلوك على
الحاجة العملية اللي هتفيدك في شغلك وهتفيدك في حياتك، وفي نفس الوقت هيقول لك خلي بالك دي هيكون فيها الدكاترة بتوعها كويسين، دي هيكون فيها المذاكرة فيها كويسة، الكورسات فيها مفتوحة، مجالات العمل فيها في مصر أكبر وبره مصر أكبر، والسفر أكبر والراتب أحسن والفرص أكتر، ولو ضاعت منك دي هتقدر تجيب دي، ولو عملت يبقى أنت محتاج تعمل سيرفي لأن ده مستقبلك، فأنت لازم تدور عليه كويس، تسأل أكبر منك، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما تنساش تستعين بالله سبحانه وتعالى، وما تنساش إن مش أنت لوحدك في الموضوع ده، كل زمايلك معاك، وإن شاء الله ربنا يرزقكم بالعمل الكويس والتخصص اللي تعجبكم فيه واللي تنجحوا فيه واللي تبقوا عباقرة فيه وتبدعوا فيه بجد وتبقوا مفيدين لبلدكم وللدنيا كلها. وجزاكم الله خيرا، واشوفكم على خير ان شاء الله في المشكلة الجاية. السلام عليكم.